يبقى الألبان ومنتجاتها، ولكن تكون زي ما بنقول خالية من الدسم. الأسماك ولا سيما السلمون، الأسماك ولا سيما السلمون مصدر مهم قوي 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 بالنسبه للكالسيوم وبالنسبه للفوسفور. وزي ما اتكلمنا ان الكالسيوم والفوسفور مهم جدا بالنسبه للام وبالنسبه للجنين، لان بيتكون في المرحله الثانيه اللي هي من الشهر الرابع الى الشهر السادس، بتبتدي تتكون العظام والاسنان بالنسبه للجنين، ويبتدي يسحب كالسيوم. فانا مش عايزه يسحب كالسيوم من الام، لا ده انا عايز اديله كالسيوم زياده من عن طريق السردين بنقول او السلمون، وعن طريق الاسماك. وطبعا يحبذ جدا ان هي تكون اسماك مشويه علشان ابتدي اتجنب الزياده في الزيوت او الزياده في الوزن. بالتالي طبعا الاسماك فيها زيت اللي هو الاوميجا 3، زيت مهم جدا ما بنقولش عليه ان هو بيتخن او بيزود، ولكن اللي بيزود في الاسماك ان انا لما ابتدي اقليها بعمل لها ساتوريشنز بالفاتس، ببتدي ان انا ادخل عليها دهون مشبعه كتير جدا، يبتدي الجسم يخزن الدهون دي على هيئه دهون، وتبتدي السعرات الحراريه تعلى. طب انا ممكن اتجنب الموضوع ده تماما بان انا ابتدي ادي للام الحامل اللي معايا ديت الاسماك مشويه، وكذلك لو تونه مهمه جدا بالنسبه للام، بس بصفي الزيت بتاعها واغسلها بالخل وابتدي اخدها، دي برضو مصادر مهمه جدا بالنسبه للام. الخرشوف من الأغذية الرائعة جدا بالنسبة للأم الحامل وبالنسبة للجنين. ليه بقى؟ الخرشوف ده دلوقتي ابتدوا ان هم يعملوه أدوية، يعني في أدوية موجودة في السوق وخاصة بالنسبة للكبد موجودة مصنعة من الخرشوف. الخرشوف فيه مادة جميلة قوي بتعمل تنشيط لخلايا الكبد، وبنسميها أنتي أوكسيدانت أو الأنتي أوكسيدانت. يعني استاذنك يا محمد الاس ام اس ندخلها في الفاصل بعد اذن حضرتك. شكرا. يبقى احنا كده هنقول ان الخرشوف مهم جدا بالنسبه للام الحامل، وبالنسبه للاصحاء الناس العاديين اللي هم يحبوا يحافظوا على الكبد بتاعهم ويحبوا ياخدوا حاجه اسمها انتي اوكسيدنت او مضادات الاكسده اللي احنا بنسمع عنها كتير جدا الايام دي، ناخدها من الطبيعه الجميله بتاعتنا، هو الخرشوف. الخرشوف فيه حاجه ماده اسمها السيلينيوم والسليمارين. السليمارين ده مناشط كويس جدا للكبد، والسيلينيوم مضاد للاكسده. الاثنين دولت مع بعض في غذاء الام الحامل هيبتدوا ان هم يشيلوا لي المضادات، يشيلوا لي الاكسده اللي موجوده او الشوادر او الاجسام الحره اللي موجوده في يا محمد استاذنك هناخد فاصل، بس انا لما اقول لك هناخد فاصل بعد اذنك. شكرا. يبقى نبتدي ان احنا الخرشوف بالنسبه للام الحامل مهم جدا، لان بنقول بيبقى في حاجه اسمها انتي اوكسيدانت او مضادات الاكسده، من الحاجات اللي بتشيل لي الشوادر اللي موجوده او السميات اللي موجوده نتيجه العمليات الحيويه اللي موجوده في الجسم. الخرشوف ما بيزودش في الوزن، مهم جدا زي ما بنقول، ويبتدي ان هو ينقي دم الام، وكذلك الدم اللي واصل للجنين عن طريق المشيمه يبتدي يوصل له بسلامة الله زي الفل، ما فيهوش أي شوائب ولا أي ضرر خالص. كذلك السبانخ مهمة جدا، الجرجير مهم جدا، والبامية من الحاجات المهمة قوي بالنسبة للأم الحامل، بتمدها بالحديد وبتمدها بعناصر غذائية مهمة جدا. ده باختصار قوي الحاجات اللي احنا هنكتر فيها بالنسبة للأم، والحاجات اللي احنا هنقلل فيها بالنسبة للأم الحامل. زي ما اتفقنا السوائل مهمة قوي في أول مرحلة وفي تاني مرحلة، مهم قوي ان انا اكترها، لان هي بتمد الام بالميه دي، مهمه جدا بالنسبه للجسم وبالنسبه كذلك للجنين الجميل بتاعنا. مع بعض نقول بسرعه كده الرجيم بسيط بالنسبه للام الحامل، هنقول فطار وغدا وعشاء، وهنقول بعد كده الاختيارات بتاعتنا. بالنسبه للفطار بتاعنا هناخد كوب من اللبن، وزي ما اتفقنا هيبقى كوب لبن خالي الدسم، كوب من اللبن ولكن هيكون خالي الدسم، كوب من عصير الفاكهه، كوب من عصير الفاكهة. في نقطة أنا تذكرتها مع عصير الفاكهة، السكر من الحاجات اللي احنا يجب ان احنا نقلل منها جدا بالنسبة في مرحلة الحمل. السكريات من الحاجات اللي بتضر الأم مرة وبتضر الجنين مرتين، يبقى معنى كده ان انا اقلل السكر على قدر المستطاع، ما اخدش منه كتير لان هو ليه ضرره اكتر من منفعته. وزي ما بقول لحضراتكم ان هو بيضر الام مره، هيضر الجنين مرتين، ويبتدي ان هو يعاني من التخلص
منه لان سهل قوي ان هو يوصل للمشيمه. بدائل السكر الصناعيه اللي موجوده في الاسواق عليها محاذير كتيره، لان في كذا نوع مش عايزين ان احنا نقولهم، ولكن عليها محاذير والمفروض ان احنا نستشير الدكتور، لان في نوع منهم بيصل مباشره عن طريق المشيمه الى الجنين، وما ينفعش ان احنا ناخده اثناء الحمل، اللي هو بنقول عليه في ماده علميه اسمها السكرين. السكرين، ماده السكرين بتصل مباشره الى الام الى الجنين عن طريق المشيمه. فبدائل السكر قبل ما ناخدها لازم نستشير الطبيب، لان في منها زي ما بنقول بيضر الجنين اكتر ما بينفع، ولكن على قدر الامكان احنا نقلل من السكر بتاعنا، وكذلك في المقابل هنقلل من الاملاح علشان ما يحصلش تخزين للميه داخل الجسم بالنسبه للام. بالنسبه بقى احنا قلنا كوب لبن، قلنا كوب عصير من فاكهه، كوب عصير فاكهه، هناخد 2 بيضه، 2 بيضه، زائد رغيف خبز اسمر، زائد رغيف خبز اسمر، زائد معلقه زبده، معلقه زبده مع زائد ثمره فاكهه، زائد ثمره فاكهه. من الممكن جدا ان انا استبدل الاثنين بيضه دولت بشويه فول مع 3 ملاعق من الفول، دي مفيش مشاكل فيها خالص، وتبتدي تديني الطاقه اللي مطلوبه مني. ده بالنسبه للفطار بتاعنا. بالنسبه للغداء بتاعنا هنبتدي ناخد فنجان شوربه، فنجان شوربه، زائد 2 قطعه لحم، 2 قطعه لحم. هنبدلهم، ممكن ان احنا ناخد مكانهم 2 سمكه مشويه، 2 سمكه مشويه، او نص فرخه، او نص فرخه، او 2 سردين. واحنا قلنا ان السردين من العناصر او من الحاجات اللي بتديلنا فوسفور وكالسيوم بالنسبه للجسم، مهمين جدا. او علبه من التونه او علبتين تونه، بنفضي الزيت بتاعهم ونبتدي نغسلهم بالخل ونبتدي ان احنا ناخدهم. يبقى فنجان شوربه زائد 2 قطعه لحمه، او 2 سمكه مشويه، او نص فرخه، او 2 من السردين، او علبتين صغيرين من التونه، زائد طبق من الخضار، زائد طبق من الخضار، وده مهم جدا، زائد طبق من الخضار. واحنا قلنا ايه الخضروات اللي احنا نكتر منها اثناء الحمل. زائد طبق من السلطه، ده برضو مهم كذلك، ويكون عليه زيت زيتون، معلقه صغيره من زيت الزيتون، ونص ليمونه، بحيث ان انا اخد جميع العناصر الغذائيه اللي مطلوبه من طبق السلطه. زائد 2 معلقه زبده ان انا اعمل بيهم الخضار بتاعي. زائد رغيف خبز، زائد رغيف خبز، أو 8 معالق من المكرونة، أو 8 معالق من الأرز. يعني طبق كويس جدا من المكرونة أو من الأرز. ممكن جدا إن أنا أستبدل 8 معالق مكرونة بقطعة من المكرونة البشاميل، يبقى أنا كده دخلت فيها عناصر كتيرة، فيها لبن وفيها الزبدة اللي أنا بقول عليها وفيها المكرونة اللي أنا بقول عليها. فابتدي إن أنا ممكن جدا الأم توضب الأكل بتاعها أو تأقلم الأكل بتاعها عن طريق المواد الغذائية اللي إحنا قلناها. بالنسبة للعشاء بتاعنا هناخد كوب لبن، كوب من اللبن، زائد نص رغيف أسمر، زائد نص رغيف أسمر، زائد قطعة جبن، زائد قطعة جبن، زائد 2 ثمرة فاكهة، زائد 2 ثمرة فاكهة. يبقى كوب لبن زائد نص رغيف أسمر زائد قطعة جبن زائد 2 ثمرة فاكهة. ده بالنسبة للعشاء بتاعنا. ده بالراحة جدا وببساطة جدا رجيم بسيط أو تنظيم بسيط لغذاء الأم الحامل، على أمل إن إحنا ما نزيدش أكتر من الوزن المطلوب، وكذلك على أمل إن إحنا بعد الولادة إن شاء الله مباشرة يبتدي الوزن اللي كان زايد من 9 إلى 12 كيلو يبتدي إن هو ينزل مع الجنين ومع المية اللي حواليه اللي كانت موجودة في الكيس الحمل ومع المشيمة اللي هتنزل، يبتدي إن إحنا يرجع الوزن تاني. ناخد اتصال بعد إذنكم. محمود، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا محمود. حضرتك كنا عايزين نسأل بس على وسائل التخسيس اللي حضرتك أعلنت عنها الأسبوع اللي فات ما حضرناهاش بس. يعني إيه يا فندم؟ وسائل التخسيس. يعني إيه وسائل التخسيس؟ حضرتك التخسيس اللي قلت عليه وسيلة الرجيم قصدك؟ الرجيم. الرجيم يا محمود أنا قلت الرجيم ده حوالي 5 مرات وعدناه 5 مرات على الشاشة. فيعني هنحاول يعني قدام شويه نبتدي ان احنا نقول عليه حاضر، ولو ان احنا قلناه كتير جدا، ولكن علشان خاطرك حاضر نبتدي نقوله، بس مش الحلقه ديت. تابعنا وان شاء الله هتلاقي اجابه. شكرا يا فندم. شكرا. يبقى احنا الغرض من الرجيم بتاع الام الحامل او تنظيم غذاء الام الحامل ان احنا نوصل من 9 الى 12 كيلو فقط اثناء الزياده اثناء الحمل، وان احنا نتخلص منها مباشره بعد الحمل. دي نقطه مهمه جدا. العناصر الغذائيه مهمه قوي ان انا اوازن بينها، ومهم قوي ان انا اتناول كل الكلام اللي انا حكيته معاكم على الرجيم بتاعنا.
انا هستاذنكم واستاذن المخرج الجميل بتاعي اخد فاصل قصير علشان اخد الاس ام اس بتاعتكم ونرجع مع بعض حالا. ووهم الفضائيات وكلمه في سرك. فاصل قصير.